مساء الخير. انت او انتي 90% ممكن يكون عندك نقص حاد في فيتامين د وانتي ما تعرفيش. انا من سنتين اكتشفت بالصدفة ان انا عندي نقص حاد في فيتامين د. طبعا الدكتور كتب لي على حقن لانه قال لي مهما اخدتي من حبوب، يا جماعة اللي عنده نقص حاد في فيتامين د مهما اخد من حبوب الفيتامين ما بيعلاش. اللي عنده نقص حاد في فيتامين د لازم ياخد حقن. اوكي، اول ما اكتشفت ان انا عندي نقص حاد في فيتامين د اخدت حقنه 600,000 وحده دوليه. طبعا بعد سنه عملت تحليل واكتشفت ان انا عندي نقص في فيتامين د، فاخدت حقنه تانية 300,000 وحده اللي هي دي. اوكي، اخدت دي. طبعا انا كنت جايبه واحده تانية من مصر، بس للاسف عملت غلطه ان انا ما كنتش حطاها في التلاجة. دي انا كنت جايباها من مصر، دي 200,000 وحده، وبعد كده اكتشفت ان فيتامين د لازم يتحط في التلاجة، فهرميها طبعا في الزباله. واشتريت من دي 3-4 علب وحطيتهم في التلاجة. قال لي الدكتور كل 2-3 ما تعمليش تحليل، كل 2-3 خدي حقنه 300,000، لان انا عندي نقص حاد في فيتامين د. الفيتامين د مفروض لو عملتي تحليل دم يكون من 30 ل 100. اوكي، انا كان عندي 11. فمن سنتين اخدت حقنه 600,000، من سنه اخدت حقنه 300,000، ومن كام يوم اخدت حقنه 300,000 وحده اللي هي دي العلبه بتاعتها. اوكي، طيب فيتامين د هو مهم في ايه؟ انا عملت الفيديو ده عشان في بنات كتير قوي 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 ما تعرفش اهميه فيتامين د، ما تعرفش اهميه فيتامين د. انا عندي زمايلي في الشغل ما يعرفوش حاجه عن فيتامين د، ومش مش فاهمين فيتامين د قد ايه مهم. فانا صممت ان انا اعمل الفيديو ده عشان اعرفهم ليه فيتامين د مهم. طيب، اولا فيتامين د من الدهون اللي بتدوب في الدهون، يعني الافضل انك هتاخديه حبوب فبتاخديه مع وجبه دهنيه فيها دهون. يعني لو هتاخديه مثلا تابلت قرص او حبايه، تاخديه مثلا مع وجبه فيها دهون. اوكي، لان هو فيتامين بيذوب في الدهون. في فيتامينات بتذوب في الماء، في فيتامينات بتذوب في الدهون. طيب، هو يسمى فيتامين الشمس او فيتامين الشمس. ليه؟ لان الجسم بيقوم بتصنيعه لما الجسم يتعرض للشمس. طبعا احنا اغلبيتنا ما بنتعرضش للشمس، احنا بنخش المكتب قبل ما الشمس تشرق وبنطلع منه بعد ما الشمس بتغرب، فاحنا ما بنتعرضش للشمس كفايه. عشان كده 90% من المصريين ما عندهمش عندهم نقص حاد في فيتامين د. اوكي، طيب فيتامين د موجود في الاسماك الدهنيه، السردين، الماكريل، التونة، السلمون، موجود في صفار البيض، موجود في الكبدة. الكبدة مهمة جدا يا جماعة. عايزة شعرك يبقى حلو قوي قوي، كل اسبوع لازم تاكلي طبق كبدة. كل اسبوع شعرك وجسمك هيتظبط بطبق كبدة. طيب، اهمية فيتامين د: 1، بيشارك في عملية التمثيل الغذائي لبناء العظم، يعني اللي عنده هشاشة عظام زيي لازم يهتم بفيتامين د. 2، بيساعد العظم على زيادة امتصاص الكالسيوم، بالتالي انت بتعززي قوة وكثافة عظمك. طيب، 3، بيقلل اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون العصبي. انا عندي قرحة في المعدة وعندي قولون عصبي. طيب، 4، بيقيقي من التصلب المتعدد. ده مرض وحش قوي قوي اسمه التصلب المتعدد، اعملي عنه سيرش وشوفي قد ايه مقرف، زي الشلل كده والعياذ بالله. بينظم مستويات الانسولين في الجسم، عشان كده اللي عايز يخس لازم يظبط فيتامين د. 6، بيقلل اصابتك بالسكر، بداء السكري من النوع الاول. 7، بيزود فرص الحمل والانجاب والاخصاب خاصة عند النساء. 8، بيعزز الخصوبة عند الرجال عن طريق تحسين مستوى هرمون التستوستيرون. 9، بيحافظ على سلامة الأم الحامل والجنين وتجنب الولادة المبكرة. 10،
بيقوي المناعة، بيقوي المناعة، بيقوي المناعة، بيحمي من السرطان. فيتامين د عليه أبحاث إنه بيحمي من السرطان. 11 بيحفز نمو بصيلات الشعر. يعني لو انت شعرك بيقع كتير، خاصة لو عاملة دايت قاسي، عشان كده ما تعمليش دايت قاسي، شعرك هيقع. فعشان تحمي بصيلات شعرك لازم تاخدي فيتامين د. اللي ظبط فيتامين د بالحقن، يعني خدتي حقنة وعملتي تحليل دم ولقيتي فيتامين د اتظبط، بتاخدي جرعة اسمها جرعة صيانة يومية 1000 وحدة أو 2000 وحدة أو 3000 وحدة كل يوم حبوب. اللي فيتامين د ما عندوش متظبط بياخد حقن على حسب بقى أوامر الدكتور، كل شهر كل شهرين. تمام؟ طيب اهتمي جدا بموضوع فيتامين د، اعملي تحليل واعرفي فيتامين د عندك قد ايه، لان فيتامين د ليه علاقة بالمناعة وليه علاقة بكل العمليات الحيوية اللي في جسمك، عضلاتك وعظمك وصحتك ومناعتك. فيتامين د مهم جدا. اعملي تحليل دم واعرفي انتي عندك نقص ولا مظبوط، وابتدي خدي حقن. لو عندك نقص حاد ابتدي خدي حقن، لان الحبوب مش هتعمل حاجة. اوكي؟ بحبكم قوي قوي قوي، بحبكم.